طيبين عاملين ايه؟ وحشتوني وحشتوني. عايزه اقول لكم يا رب ان شاء الله تستمتعوا معايا في الجوله. انا عايزه النهارده اقول لكم ان انا في اركيزيا مول. الله المجات دي جميله تحفه. عايزه اقول لكم يا رب يعني جولتنا تستمتعوا بيها وخليكم معايا. والنهارده بقى قلنا نغير، وبدل البيت وبدل كده قلنا ايه نخرج مع بعض. عايزه اقول لكم ان في شويه حاجات هنا جميله قوي قوي قوي، وفي شويه مجات هنا تحفه. بصوا المجات دي حلوه قوي، جميله جدا. الله بصوا العبايات دي حلوه قوي، شكلها امور. بصوا الصراحه شويه موديلات تحفه. بصوا هنا شوية عبايات تحفة بجد، تحفة تحفة تحفة. وهنا عمر، قول لهم ازيكم يا صحابي، اديهم بوسة اديهم كيس. بجد الفيديو يعجبكم، وعايزه ارحب بكل اخواتي اللي انضموا للقناه دي، واقول لكم بحبكم كتير ونورتوا القناه، ويا رب تستمتعوا معايا. وشكرا جدا على كل كومنت حلو بتكتبوه. يلا بينا. عايزه اقول لكم موديلات جميله قوي. Mày quá. Đâu rồi? Lần luôn thôi. Alvinis. الملاهي؟ لا الصور هنا احسن. لا الملاهي بقى، او عايز الملاهي. انا بحب الملاهي قوي والله. ماشي. الملاهي وخشيك. الملاهي. انا عايزه اقول لكم ان انا
شحنت له الكارت اهوت. عايزه اقول لكم ان انا شحنت له كارت ب 300 يلعب بقى الالعاب اللي هو عايزها، وريحت دماغي بدل ما ادفع لعبه لا شحنت كارت ب 300، وال 300 بيديله عليه تقريبا 30 جنيه هديه العاب برضه. فيلا ندخل نلعب ونشوف هيختار العاب ايه. يلا بينا. يلا يلا على الحصان يا روح، يلا على الحصان. السلام عليكم، اتفضل. يا عمر يا ميرو، مبسوط يا روحي؟ يا روحي يا روحي. السكر اللي هنا قلبي يا ناس. عايزه اقول لكم المكان هنا جميل قوي، وصراحه امن جدا على الاطفال ومريح، والام كمان تبقى مطمنه على ابنها وبنتها وهم بيلعبوا. على فكره انا لو تلاحظوا ان انا في الفيديو بالعبايه، انا والله العظيم الخروجه دي ولا كانت على البال ولا على الخاطر. انا كنت في مشوار وعمر قال لي ماما عايز اخرج واروح ملاهي، قلت له تعالى اوديك اركيديا مول. والله العظيم قال لي ماما وديني البيسين، قلت له لا انا مش عامله حسابي النهارده للبيسين وكده وعايزه اجيب له مايو. قلت له طب ايه رايك؟ عايزه اقول لكم ان اركيديا مول بيني وبينه والله يعني تلت ساعه واقل، ربع ساعه، فخدت تاكس والله العظيم ووديته. يا رب بقى تستمتعوا معايا. والله هي الحاجه اللي كده بتيجي فجاه مش على البال ومش مترتب لها بتبقى جميله قوي. عايزه اقول لكم والله العظيم المكان هنا جميل قوي، وانا يمكن مش اول مره اجي هنا، على طول بنيجي هنا انا وعمر. تعالى لقيت لك المصحف والله العظيم، لقيت لك لعبه جميله قوي. تعالى يا قلبي تعالى، والله عجبتني لعبه ليك حلوه قوي. تعالى اوريها لك، تعالى بسرعه بس. بص تعالى اطلع دي جميله قوي. تعالى ايوه اطلع تاني، اطلع تاني يا عمر. اطلع بص. انت عارفه هيفهم ولا لا؟ اطلع تاني، امشي كده بقى. لا يمين يمين. عايزاه يطلع كل ده كده عشان ينزل من هنا، مش عارفه هيفهم ولا لا. ايوه برافو، امشي تاني، ايوه تاني اهو، شايفينه؟ استنوا. يلا اهو امشي تاني، برافو بسرعه. يلا خش. بيقول لي لقيتها. يا ترى دخل ولا لا؟ مش عارفين. هو فين؟ انت دخلت؟
عجبتك؟ عجبتك بجد؟ هتطلعها تاني ولا ايه؟ يا روحي بجد والله العظيم انا اكتر مكان ارتحت له وبحبه هو المكان ده، وبجد عمر كمان بيبقى فرحان فيه جدا والله، وانا كمان ببقى فرحان اكتر من عمر. اللعبه دي انا كل ما اجي ما بشوفهاش، مش عارفه هي جديده ولا انا اللي ما كنتش بشوفها ولا ايه، بس فعلا حسيت ان هي يعني ايه مغامره للعيل يعني، والله حسيت ان هي فيها نوع من المغامره، تطلع وتلف وبعد كده مش عارفه تمشي الطريق اللي هو عامل زي الكوبري ده، وبعد كده تنزل من الحلزونه دي، شكلها جميل فعلا. بص عمر فوق اهو، يا عمر اعمل لنا باي. بيلعب بالكور فوق، واخد الكور اللي تحت دي معاه وهو طالع. يلا تعالى انزل. عجبتك يا روحي؟ بصوا هنا بيلعب بالبوكس فوق. يلا انزل. انت فين يا روحي؟ يا روحي يا روحي انت فين؟ قلبي يا نيس اهو. تعالى تعالى تعالى. هاي ازيك؟ الأم كام يوم؟ اطلع. يا روحي يا روحي يلا قومي نلعب حاجة تانية. انت هتنام؟ مبسوط يا عمر؟ بجد تعالى قوم كلمني. بجد بالله عليك مبسوط؟ ربنا يخليك يا حبيبي ليا، والله بجد خروجه هي ولا على البال ولا على الخاص. ماشي يا روح. عمر مبسوط؟ بجد مبسوط يا روحي؟ قلبي يا ناس. يلا شغلها له، هيشغلها لك اهي. يا روحي يا روحي. يا عمر.
مش سامعني. انا عايزه اقول لكم اقسم بالله انا مبسوطه اكتر منه، كاني انا اللي جوه العربيه. وبالذات الحاجات اللي ما الواحد ما بيبقاش مرتب لها دي، اقسم بالله المول هنا انا ما كنتش مرتبه له خالص والله. حتى لو لي الصور كلها في العبايه ما كنتش مرتبه ان احنا نخرج خالص. سبحان الله، زي ما قلت لكم كنت في مشوار وقال لي يا ماما تيجي توديني الملاهي، قلت له تعالى اوديك اركيد يا ماما. جميله قوي العربيه دي. عايزه اقول لكم والله العظيم ان الواحد يعيش لحظه سعيده دي في الدنيا واللي فيها. والله الواحد لما احيانا الواحد بيبقى عايز يخرج من ضغوط كتير بيتعرض لها، فابسطوا نفسكم حتى لو بحاجه بسيطه، لو باقل حاجه ابسطوا نفسكم. يعني مش لازم بحاجات باهظه نبسط نفسينا، لا بالعكس ممكن باشياء بسيطه جدا. بعد ما ينزل هقترح عليه انه يطلع ديا، مش عارفه هيرضى ولا لا، هو اللي بيختار والله العظيم. عايزه اقول لكم ان بجد الواحد يستمتع بيها في ايام غير العيد. انا جينا هنا في العيد كانت الدنيا زحمه، بس مش العيد تقريبا ده، العيد الصغير جيت، ما تقريبا ما جيناش في العيد الكبير، هنا كان في العيد الصغير، بس في الاعياد بتبقى زحمه جدا. هنا ال10 دقايق مش عارفه ب 58 ولا ب 48 تقريبا، ب 48. يعني هو خصم من بصوا الكارت ده كل فتره اشحنهوله، بشحنه مره ب 200، مره النهارده شحنته ب 300، ويفضل يخصم بقى من الالعاب. يعني اللعبه دي تقريبا ب 48 تقريبا، بياخد الكارت يدخله في المكنه ويخصم من الكارت. يا رب تكونوا بجد مستمتعين معايا، ويا رب اكون بفرجكم على حاجات جميله. ولو عندكم ولاد بجد تعالوا، والله العظيم انتوا هتستمتعوا اكتر من الولاد والله العظيم. وفي العاب كمان للكبار، بس عايزه اقول لكم ان انا يعني خوافه جدا جدا جدا، بخاف قوي. فعايزه اقول لكم تعالوا والله العظيم وهتستمتعوا. في كافيهات تحت جدا، في كافيهات تحت حلوه جدا، ممكن تقعدوا تشربوا اي حاجه والولاد تلعب. بس يعني انا بحب اطلع معاه، بخاف اسيبه يطلع لوحده. لكن بالنسبه للكبار لا، هتستمتعوا. في حاجات كمان للكبار وفي العاب للكبار، هتستمتعوا جدا. يعني خلصتي هتلعبي هتختار ايه؟ دي انا كنت عارفه. روح. تعالى عايزه اقول لك حاجه. تعالى قول لي اتبسطت؟ فوق ستوب. اتبسطت بجد؟ يا روح هتبوسك، بص على الهوا يا روحي. يلا روح. طيب لما يخلص الدور ده هيطلعك. انا كنت عارفه ان هو هيختار دي، انا كنت واثقه. هي بس يا عمر، يا عمر اربطه كويس، الله يخليك اربطه كويس، لسه ما ابتداش. ما تخافش يا كوكو، هو اللي مختارها وخايف. عمو هيربطك كويس. اهون ودون بقى امان، علشان خاطر الواحد ما يكونش قلقان على العيال وهي في اللعبه. يا عمر، يا قلبي يا قلبي يا قلبي.
اعملوها جامد، اعملوها جامد. عايزه اقول لكم ان عمر اختار اللعبه ديت لازم يقلع الشراب اللي هو لابسه ويلبس الشراب بتاع اللعبه. الشراب بتاع اللعبه كده اطلع من الكارت، الكارت خلص للاسف، فرحت دفعت له الشراب لوحده ب 40، رحت اشتريت له الشراب وتعالوا بقى ندخله اللعبه. يلا خش العب. بس ولبس الشراب اهي، ان هي من شروط اللعبه دي ليها شراب معين، اشتريت له شراب واللعبه اصلا ذات نفسها خلاص اخر حاجه في الكارت ب50 جنيه. يلا لف وتعالى.